بمناسبة ان الجامعات بدأت خلاص، عايز الفت نظركم لحاجة مهمة مش كل الناس بتاخد بالها من الحاجة دي. دلوقتي انت نازل من بيتك عشان تروح الجامعة، علشان تاخد المحاضرات، تقابل صحابك، تقعد تاكل، تقعد قعدة حلوة، وفي نفس الوقت بيكون نازل من البيت شخص تاني نازل الجامعة عشان ينظفنا. الشخص ده اللي هم عمال النظافة اللي في كل الجامعات المصرية. وانا بقول الناس دي بتنظفنا لان هم فعلا بينظفونا. الناس دي بتنزل في عز الشمس والحر علشان تنظف الجامعة برواتب رمزية جدا، يعني راتب ممكن ما يكملش 1000 جنيه او 1200 جنيه. والرواتب دي طبعا ما تعيش بيت على بعضه يوم واحد بس. والناس دي في منهم مرضى ضغط وسكر، ويدوبك قوت يومهم بيكفي اكل عيالهم بالعافية، وممكن كمان ما يجيبوش العلاج لنفسهم. انا والله في الجامعة كنت بشوف منهم ناس بتلم الاكل المتبقي من الطلبة من باسكت المخلفات. كنت بشوفهم بيلموه في كيس معاهم في شنطة ويشيلوه فيها. انا لما بشوف المشهد ده بتقهر على حال البلد والحال اللي احنا فيه، اللي يخلي ناس زي دي تتصرف كده. غير كمان الغلا اللي بقينا فيه اللي مخلي الناس دي عايشة بالعافية. فياريت ما ترميش ازازة او ورق او كنز في الارض، لان حط نفسك مكانه كده وانت راجل كبير في السن وظهرك وجعك وبتنزل توطي تلم الحاجة دي من على الارض، اكيد هتتعب. انا عارف ان في كتير منكم ما بيكونش قاصد ان هو يعمل ده، ومن كتر ما اتعود ان كل الناس بتعمل كده وبترمي في الارض غصب عنه ولا اراديا بيعمل كده، ان خلاص المجتمع كله بقى يتصرف نفس التصرف، فبتنسى اصلا ان انت توقف نفسك عن حاجة زي دي. بس احنا عايزين نغير من نفسنا حتى انسانيا، يعني عشان الناس دي، بس ان الناس دي بتتعب وبجد ليهم حق علينا. لو نازل ومعاك مصروف زيادة ما تستخسرش ان انت تعزم حد فيهم على اكل، يعني هات اكل ليك وهات اكل ليه. لو كل طالب بس من حوش من مصروفه، او لو نازل معاه مصروف زيادة جاب ليهم اكل، الناس دي بجد هتتبسط وهي شغالة في المكان ده، تبقى مبسوطة ويعني عندها حب استمرارية للمكان. كفاية اصلا ان رواتبهم ضعيفة. فالجامعة هي يعتبر جزء من حياتنا، هي اي نعم هم 4 سنين بس، لكن هو برضو مكان بنقضي فيه اغلب وقتنا، فلازم الناس دي نتعامل معاهم زي ما بنتعامل مع اهلنا في بيوتنا. ما تستخسرش انك تملى ازازة مية وتديها لهم، ازازة مية ساعة كده زيادة معاك املاها واديها له. لكن بقى بلاش الافعال اللي هي ما يتقالش عليها حاجة غير ان هي افعال قذرة، زي انك تاكل الوجبة وتسيب الاطباق مرمية على الارض، انك تشرب قهوة وتقوم وتسيبها مكانك، كنز البيبسي اللي بنشربه ونرميه على الارض، المنديل اللي بنمسح بيه ونرميه على الارض. ان ممكن حد فيهم وهو بينزل يشيل الحاجه دي يحاسبن عليك او يدعي عليك او يقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رمى الحاجه دي. وعلى فكره ده مش دوره ان هو يجمع الحاجات من الارض، انت دورك ان انت ترمي الحاجه في الباسكت وهو يجمع الباسكت دي، عشان لما تيجي العربيه الكبيره يلمهم فيها، تاخد الزباله وتخرج بره الجامعه. لكن مش دوره خالص ان هو ينزل يلم زبالتك من على الارض. هو دوره ان هو ماشي يكنس التراب، يشيل اوراق الشجر اللي بتقع من الشجر على الارض، يجمع الباسكات الزبالة ويفرزها، الكراتين لوحديها والبلاستيك لوحده عشان لما تيجي العربية تاخدها. ان انت اللي مسؤول عن رمي زبالتك بره الباسكت يعني، وهو كتر خيره ان هو بينزل يلمها. فاتمنى اللي ما كانش بيهتم كده ياخد باله من الموضوع ده، وياريت يبقى عندنا شعور اكتر بالناس اللي حوالينا. شكرا لو كملتوا الفيديو للاخر، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه.